1991 في زهروني I was born وكبرت عرك ربحت وخسرت روس دماغت كي قمرت قداش من شباك كسرت تضربت وما بكيتش لا ما شكيتش كي تحندرت ولا حساب تحت الشجرة 26 سنة عايشهم ما حلمتش كذب ما تكلمتش لا ما حشمتش باش نقول ما فهمتش غيري ما ظلمتش ما باهمتش كي حالاتك معدي ستاجات اقصر واحد ده طول من ناحيتك من صغري ماس نجيب ال20 في كاس مش من البريود اللي بعد الثورة تحديدا في الراب جاتنا موجة جديدة في تونس ملي ظهروا فيها زوز من الناس بدوا الجيم في تونس حسن ليه ربي يخلص وحده وحمى غراب واللي باش نحكيو على الكارير الديو هذا كهو مانيش باش نحكي على كارير كل واحد فيهم بل الزوز مع بعضهم وكان تحبوا نتعمقوا في الفيديوهات الجاية ونحكي على كل واحد وحده اكتبوا لي في الكومنت. نرجع بالوقت العام 2013 تقريبا وين تكون جروب الزمرة اللي ضم برشا اعضاء مش كان رابوريات واللي فيها بيت ميكرز زادة. من ابرز الرابوريات في الزمرة في الوقت هذاك كان جاب امان زوفري والكاسترو اللي كان ولد الزهروني وكان يعرف اللي يخليه يقنع باش يدخل معاهم في الجروب. وقتها تبدا الرحلة بتاع الديو هذا باش نركزوا عليهم الزوز. ليه والكاسترو عندهم برشا تيتروات مع بعضهم لكن تقريب اول اغنيه سجلوها وحدهم كديو في الزمره هي فريز ستايل اللي في 2013. فوق في شد جاك توا غراب البحث بدا كنت نفري ستايلي غير نستنى في عليه فهمت اللي سمعت اللي من برا سرقت التكنيك ريمتي وحياتي وكتواتي نركح المشتفي. في عام 2013-2014 واللي سجلوها كي هبط ليه من الخليج. تعرفوا الزوز انهم ما يرحموش جملة في كلامهم واللي يرمي عليهم اي كلمة يرجعوها لهم عشان بدات قصة الحب متاعهم مع البيفير في 2014. زاد وقت اللي امبايري هبط تراك اسمه فرعون واللي طيش فيه كلام بالزمرة بصفة عامة اللي خلى الكسر بعدها بجمعة يرجع له بتيتر حوس ويطيش ليه كلمات فيه في تيتر اورانوس. هذا الولاد ما كانش بيف بالرسمي بيناتهم خاطر امباير جوست طيش كلام مقصدهمش الكل عكس الكسرو اللي قصده طول. من بعدها باش ندخلوا في الصحيح في 2015 بالضبط 30 ماي طابت اغنيه اسمها بيلي كامبي اللي فيها لي كاس والكسرو ونصو في الدقيقه 1:43 وين لي قال ملي بدينا الجيم بدات بديت ما عندك ما تزيد وباقي تحكي لي في السيم شيت ملي بدينا الجيم بدات وي ذا اونرز ما تزلتش ما تغلطش الناس they already know this. واللي استفزت وما عجبتش كيلا ام سي اللي كان صاحبهم وديجا عامل فيتات مع الزمرة قبل وبصفته انه هو اقدم منهم حسها ما ريسبكتوهوش كي قالوا هكاكا في التيتر واللي خليهم يدخلوا في بيف من اطول البيفات في تونس تقريب فيه 11 تراك. من غادي الولاد بداو ليه والكاسترو يظهروا للببليك التونسي بصفة كبيرة برشا زادة اللي خليهم يحققوا نجاحات كبيرة ولاو يحبوا يزيدوا يهبطوا أكثر للببليك متاعهم اللي خلت تصير مشكلة في الجروب خاطر كل واحد عنده نهار معين يهبط فيه مش كل واحد يهبط هكاكا كيما يحب. ليه والكاسترو ما عندهم حتى شيء في حياتهم كان الراب على عكس الرابريت الآخرين اللي كانوا عندهم حياتهم الخاصة أبار الراب اللي خليهم يقرروا يخرجوا من الزمرة ويحلوا شين اسمها ZZ-5 في 29 جويلية 2025 واللي كملوا يخدموا فيها الولاد الزوز مع بعضهم بتراكات مازالت اليوم هذا قاعدة تسمع كيما ليفت سيس صحة بالقدر ماهيش متاعك 10 مرة واللي كانوا يرميوا فيها برشا بونشلاينوات لبرشا رابرات أخرين. دخلوا زادا في بيف آخر مع سنايبر وكلاي BBG اللي كانوا زادا أصحاب معاهم قبل وكسروا ليه طيشوا لهم برشا كلام ويزيد الكسر يهبط الحومة متاعهم ويعمل تصويرة ويقول فيها في حومتكم والناس فرحة بيا. منسيوش زادا كيف دخلوا الولاد في بيف مع جيجيا اللي قال انهم هما قاعدين يسرقوا في الموسيقى متاعو وكلاشيهم تيتر شوك وانس لنا يقرروا الزوز باش يجاوبوه مع بعضهم في نفس التيتر ونفس البيت بعد بنهارين بركة بتيتر مو بعيب. البريود هذه سيبون ليه وكسروا ولاو واصلين للجرون بوبليك ديجا هما من حين ما يسرا وصلوا للجرون بوبليك اما كل تيتر يهبطوه يزيدوا يثبتوا فيه واحد 2015 فلوس منين الناس حارت لعبة ما غلطش القصة اللي صغارت الناس اللي غارت ما تخافش من لورد الفورد الدور وجوههم صفارت ديكتاتور ما كنت اللي اختارت حاكم وزيد ما دولو فرد ما جيتش نتشرد ثنيا بابورو خل نمشي نتشرد خل ياكلني البرد والبيت تحت قناطر ولا اي رابور اخر يقرا لهم 1000 حساب قبل ما يعمل اي حاجة.
توقف الشين متاع زد هاش ويقرر كل واحد فيهم يحل شين. اما بالرغم من المشاكل اللي يواجهوها كونتر العباد الكل بزيلوا زوز متشابهين ببعضهم لين نوصلوا 2022 وين يهبطوا تيتر جو هارد. تقصر وتطويل نكمل في كل الأحوال ضربنا بالدنيا أمثال في سويان وموسال شكون ورانا هم وشال كل الماضي هاك تسال نفكوا في الحاضر كالعادة مادام المستقبل مازال نعاني في ناس بالعاني توجعلي في راسي هاني كالعادة هاني يا طيب يا عاصي نصلح في مخي اختاني متغمم لباسي علاش يحسوا بك كي شافوك على روحك خاسي. ويقصوا بريود من بعدها ويرجعوا لنا سنة بزوز تيتروات أخرين اللي هما رد بالك وكفاية. لكن كيما تعرفوا الولاد أي لي توا مجدود وإن شاء الله ربي يخلص وحده. كسروا ما سكتش على الحق وهبط 5 إبيزودات على أي لي، آخر واحد هبط عنده نهارين. قولوا لي في الفيديو الجاي كان تحبوا نحكي على كل واحد وحده وبصفة أوضح وهكا نكونوا حاولنا نلخصوا قد ما نجموا من الكارير متاع أقوى ديو في تونس أي لي والكاستم. سامحوني كان فما أي غلطة، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. متنساوش اللايك والسبسكرايب. نتقابلوا في الفيديو الجاي إن شاء الله. لازم نخرج والله نخرج. كذب عليك يا ودي قولك يا قولوا اقعد انت لي جاي احكي لك حكايه قولوا اقعد انت واختم انت وهكا بطبيعتنا نحن كي نخرجوا نوليو فما باش يخدم انتو تتفرهد.